لا نحلل مع بعض، احنا عندنا حالة تستحق التحليل. عينك معايا يا نجم، ورقة وقلم واكتب ورايا. الكرة اللي انت شايفها دي لو اي حكم من كفر الشيخ كان حسبها ضربة جزاء على النادي الاهلي. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكرة دي بتقع تحت بند الأخطاء التحكيمية، جزء من متعة كرة القدم. طيب الكرة دي فيها تمثيل؟ لا. الكرة دي ضربة جزاء مش صحيحة؟ لا، هي ضربة جزاء من الزاوية دي ومن الكاميرا دي اللي احنا شايفينها لحد دلوقتي هي ضربة جزاء صحيحة. زي ما انت شايف كده ان امام عاشور ما جاش جنب الكوره، امام عاشور ضرب الراجل في رجليه من ورا. ضربه خفيفه يا كابتن، ضربه كبيره، ضربه قويه، ايا كانت نوع الضربه فهي ضربه في منطقه الجزاء تتحسب ضربه جزاء. صح؟ انا عارف ان هي صح، الزملكاوي اللي بيتفرج عليها فيها صح، الاهلاوي اللي بيتفرج عليها فيها صح، لكن هينكر. طبعا 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 في نيه امام عاشور ما فيهاش حاجه، مش زي اي حاجه ما بتحسبش للنادي الاهلي، لا اي حاجه ما بتحسبش الناحيه التانيه دي بيحصل فيها مشاكل، وعايزين نسمع اللي حصل في الفار والحكم ده ما يحكم لناش تاني، وليله كبيره قوي الدوري فاسد، وعايزين تخسروا الدوري للاهلي مع انه واخد 45. يعني انت فاهم، واخد 45 بالاخطاء التحكيميه. الاهلاوي اللي بيتفرج على الماتش غير اللي في المدرج، لان الاهلاوي اللي في المدرج ده الله يكون في عونه، هو عامل ماتش جامد جدا. لا الاهلاوي اللي قاعد قدام التلفزيون شايف ان دي ما فيهاش حاجه. طب ولو زنقته هيقول لك ما انتوا لينا ضربه جزاء ما حسبتوهاش. طب ولو قلت له خد حقك واديني حقي هيقول لك والله يعني ما حكم من كفر الشيخ مش هتكلم معاك. ما تقوليش قول الحق دي، يعني قول الحق دي اوعى تقولها لي. عايزني اقول الحق هقول لك على حاله تانية انا ما خدتش فيها حقي، قبلها حاله تانية قبلها كانت عليا، وانا برضو في بقى حاله تالتة وفي حاله رابعه، وفي دوري 2015 انتوا خدتوه كان لنا فيه ضربتين جزاء. انت فاهم اي حكايه، مع ان هو واخد 45 دوري بالاخطاء التحكيميه اللي انت شايفها دي كلها اخطاء بتندرج تحت اللي هو يا جماعه عادي احنا بنضغط على الحكام. برضو الخطا ده بيقع تحت بند احنا البلد. عارف انت الموضوع ده، احنا البلد يا رفاعي. والله انا جامد. انا بقى واحد بقترح على اداره سموحه اللي هي الطالب اللي حصل في غرفه الفار تسمع اللي حصل بين الحكم وبين غرفه الفار. طب سموحه لما تطلب كده هل ده هيتنفذ؟ انا وانت عارفين الاجابه. فاستنى الفيديو الجاي هنتكلم عن مواهب النادي الاهلي.